يا صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده هنعمل حاجه اسمها أبلمة، اكله لبنانيه او سوريه. النهارده هعملها بالصلصه البندوره. معانا بصلايه ولحمه مفرومه، وهنعصج الاول حاجه اللحمه. هننزل بمعلقه سمنه كبيره وننزلنا باللحمه. بعدها اول ما تفك هنوسع المكان عشان ننزل البصل. هنقلب البصل مع اللحمة المفرومة. نزلنا بقى بالتوابل بتاعتنا، هننزل بشوية فلفل اسمر، مرق دجاج. هنقلبها نسيبها تتعصج. شايفين؟ هي اكلة سورية او لبنانية، بتبقى طعمها تحفة جدا. جبنا الكوسة، انا هفتحها مش هقورها عشان احشيها. في ناس بتقورها وفي ناس بتفتحها كده. سهلة جدا وحلوة قوي. اتمنى الوصفة تعجبكم، اتمنى يا رب الفيديو يبقى حلو. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتشجعوني وتعملوا شير للفيديو، واحفظوا الفيديو عشان ينفعكم في اي وقت. شايفين؟ خلاص خلصنا الكوسة اهو. هنقليها في الزيت. حلوة جدا ولذيذة قوي قوي قوي، هتعجبكم على فكرة. اتضح ان الاكلات سورية طعمها تحفة وجميلة قوي. واتمنى يا رب تشجعوني، واتمنى كمان اكون عملت الوصفة صح. سيبنا الكوسة تتحمر. خلاص اتحمرت، هنشيلها. شايفين؟ خلاص اللحمة قربنا تتعصج. تعالوا بقى نعمل الرز. هنعمل رز ابيض. في ناس بتعمل جنبها رز بشعرية، بس انا هعمله رز ابيض. نفس الطاسة هحط شوية زيت من اللي قلت منهم الكوسة، معلقة توم مفروم. هعمل صلصة البندورة. شايفين؟ احط معجون طماطم. تعالوا نعمل الرز. نزلنا بمعلقه سمنه كبيره، والرز بتاعنا هنشوحه. وننزل بالميه بتاعتنا ونحط الملح. واول ما الرز يتشرب هوريه لكم. وحطينا الملح. دلوقتي جينا بقى نعمل الطماطم. نزلنا بالطماطم على الصلصه، نسيبها تغلي، ونحط المرق الدجاج بتاعتنا والفلفل الاسمر، ونسيبها تتسبك شويه. وتعالوا نحشي الكوسه. خلاص خلصنا التحمير. اللحمه المفرومه عصجناها. تعالوا بقى نحشي الكوسه. سهله ازاي؟ نفتحها كده ونحط الحشو بتاعتنا. من كتر الحشو ده عادي، مش رز يعني، دي لحمه مفرومه عاديه. هنحشيها. شايفين؟ لو انت عايزه تضعف الكميه تمام، لو حابه يعني تضعف الكميه تمام. ده انا بقى عملت كميه على القد، عشان الصراحه ما كانش عندي غير هما دولة الكوسه، وقلت لازم اعمل الاكله ديت، عجباني جدا. خلاص خلصناها. واللحمه المفرومه دي هنعملها الوصفه واوريها لكم. برضو هعملها وصفه لبنانيه برضو. هنزق بقى بشويه صلصه على الكوسه. طبعا هنمسح كل الحاجات اللي اتلخبطت دي. وخلاص، وندخلها الفرن تقعد نص ساعة. ادي الرز استوى، هندفع عليه. خلاص الاكلة طلعت من الفرن. تعالوا بقى نقدمها. طعمة جدا، اسمها أبلمة. شايفين الطعام؟ حلوة جدا. وعملت عليها جنبها سلطة الزبادي، بتتحط عليها كده من فوق. شايفين؟
الكوسة دايبة وطعمها حلو، اللحمة المفرومة أكلة كده لذيذة جدا. هي تبع زي الشيخ المخشي. أنا عملتها قبل كده على فكرة معاكم الشيخ المخشي، ولو رجعتوا في الفيديوهات اللي تحت هتلاقوها. طعمها تحفة، فالأكلات السورية طعمها تحفة جدا، وأحلى سلام ليهم. شايفين الطعام؟ اعملوها النهاردة على الغدا أو العشاء، وجبة حلوة ومغذية. الخضار حلو، اللحمة المفرومة جميلة، أولادنا محتاجين الحاجات دي. واتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وتشجعوني، وبس كده. وباي باي، واستنوني بقى في الفيديوهات اللي جاية. باي باي.